أهلا يا جماعة. هنكمل كلامنا النهاردة عن أساسيات الشبكات والإنترنت، وهنتكلم عن الكلاسلس سبنت. احنا كنا اتكلمنا في الفيديوهات اللي فاتت عن السبنت، وعرفنا إن هي طريقة من طرق تقسيم الشبكات لشبكات أصغر. كل شبكة بنسميها سبنت أو شبكة فرعية، وبيتم ربط الشبكات الفرعية دي مع بعض عن طريق راوترز. وبيبقى فايدة عمل السبنت أو الشبكات الفرعية دي إن احنا نحسن أداء ونظام إدارة الشبكة بتاعتنا، بالإضافة لأن هي بتوفر لنا الأمن في التعامل مع البيانات داخل الشبكة. الشبكات الصغيرة دي زي ما قلنا بترتبط مع بعض بأجهزة الراوتر. أجهزة الراوتر دي بتقوم بمهمة تنظيم الاتصال بين الشبكات أو بين السبنتس، وده بيبقى عن طريق تخصيص رقم IP ادرس لكل داخل الشبكة. فالاي بي ادرس زي ما عرفنا ان هو رقم متفرد لكل جهاز جوه الشبكه. الاي بي ادرس بيتقسم، بيبقى ده التركيب بتاعه هو عباره عن 4 اوكتت. كل اوكتت عباره عن 1 بايت او 8 بيت. بتظهر لنا طبعا على الشاشه بالديسمال بالارقام اللي فوق، لكن هي الكمبيوتر بيترجمها دايما للباينري اللي هي ارقام اللي تحت. الراوتر بياخد الاي بي ادرس ده وبيقسمه لجزئين. بيبقى جزء اسمه نتورك ادرس، وده بيكون بيسميه البريفكس، وجزء بيكون اسمه الهوست ادرس، وده بيكون اللي بنسميه السفكس. عندنا رقم مهم كمان الراوتر بيستعمله علشان يقدر يعمل التقسيم في الاي بي ادرس لنتورك ادرس وهوست ادرس. العنوان او الرقم المهم ده اللي هو السبنت ماسك. السبنت ماسك ده برضو تركيبه زي الاي بي ادرس، هو برضو 32 بت 4 اوكتت. برضو كل اوكتت عبارة عن 1 بايت او 8 بت. الراوتر بيستعمل السبنت ماسك مع الاي بي ادرس علشان يقدر يقسم العنوان بتاع الاي بي ادرس لنتورك ادرس وهوست ادرس. ده احنا كنا اتكلمنا عليه في الفيديوهات اللي فاتت، وكنا برضو من الحاجات اللي قلنا عليها، قلنا ان احنا علشان نقدر نتعامل مع السبنتنج قلنا ان احنا لازم نكون فاهمين ان في عندنا حاجة مفهوم اسمه الكلاسفول ادريسنج وحاجة اسمها الكلاسلس ادريسنج. كنا اتكلمنا برضو في الفيديو اللي فات عن الكلاسفول ادريسنج ده، وعرفنا ان هو بيعتمد على تقسيم الاي بي ادرس ل5 كلاسز مختلفين على حسب الرينج بتاعتهم. فقلنا ان في عندنا كلاس A ليه رينج من 1 ل 126، وكلاس B ليه رينج من 128 ل 191، وكلاس C 192 ل 223. وعرفنا ان في عندنا دي واي دي 2 كلاسز ريزرفد للسيستم عندنا. بالنسبة للكلاسفول ادريسنج بيكون السايز بتاع النتورك بيكون ثابت، والسايز بتاع الهوست بيكون ثابت. يعني انا ببقى مرتبطة بعدد معين لكل كلاس للهوست والنتورك، ده طبعا للديفولت سبنت ماسك اللي موجود عندي. وكنا شفنا الجدول اللي قدامنا ده ان هو الديفولت سبنت ماسك لكل كلاس من الكلاسز ده بيدينا كام شبكة، كام عدد شبكات وكام عدد هوست في كل نوع من الانواع. وكنا قلنا ان الكلاسفول ده بقى طبعا حاجه قديمه وما عادتش بتستعمل دلوقتي، لان هي بتستهلك لي الاي بي ادرس بشكل كبير، فما بقدرش استفيد منه. وبتبقى اقل فعاليه لان انا ما بقدرش اتحكم في تغيير الارقام وما بقدرش اوفق الشبكه بالاحجام والاعداد اللي انا عايزاها. وكان الترند الجديد او الترند الاحدث في موضوع الادرسنج ده هو الكلاسلس ادرسنج، وده اللي هنتكلم عليه بالتفصيل. فالكلاسلس ادرسنج ده هو نوع من تقسيم الاي بي ادرس، بيستخدم فيه اطوال متغيره للسبنت ماسك، علشان كده بيسموه variable length subnet mask او VLSM. بيسمح بتخصيص سبنت ماسك للاي بي ادرس بدون الالتزام بقواعد الكلاسز اللي احنا اتعرفنا عليها في نوع الكلاسفول ادريسنج. فبيمكننا من تخصيص عناوين بشكل اكثر كفاءة،
لان مسؤولي الشبكات بيقدروا يختاروا السبنت ماسك المناسب للشغل بتاعهم، فبالتالي بيقدروا يحددوا احجام واعداد الشبكات والهوستس المرتبطه بيها في الشغل اللي هم بيعملوه او للشركه او للمؤسسه اللي هم شغالين فيهم. فده طالما ان هم حددوا الاعداد المطلوبه بكفاءه للشبكات وللهوستس اللي موجوده جوه الشبكات، فده بيخليني اوفر في اعداد الاي بي ادرس المهدره لما بيكون عندي شبكات كبيره ومش مستغله. فده طبعا الكلاسلس ادرسنج ده بيوفر لي في اعداد الاي بي ادرس، فبيديني مساحه اكتر اوسع ان انا اقدر اشتغل فيها. فكرة الكلاسلس ادرسنج دي بتعتمد على ان بستلف بيتس من الهوست ادرس في السبنت ماسك. انا دلوقتي لو انا عندي هنا السبنت ماسك وفي الجزء اللي هنا ده بتاع الهوست ادرس والجزء ده بتاع النتورك ادرس، فانا بستلف بيتس من الهوست ادرس بزودها على البيتس بتاعت النتورك ادرس، فده بيديني مساحة للنتورك ادرس ان انا اقدر اتحرك فيها واقدر ادي اعداد اكبر للنتورك. فدي فكره السبنتنج، او ان انا اقدر اقسم النتورك بتاعتي سبنتنج باعداد اكتر، بحيث ان انا اقدر ادير الشبكه بتاعتي بشكل افضل. فانا لو بستلف بيت واحده من جزء الهوست، فده هنا الماسك هيتغير، لان الاوكتت الرابع بتاعه هيتغير، بدل ما كان 0 فوق هيبقى 128 هنا، فكده هيبقى عندي شبكتين. فكده لما انا بستلف بيت واحده من الهوست، الشبكه بتاعتي هتتقسم لجزئين او هتتقسم للنص. فبدل ما كان عندي شبكه واحده عدد الهوست فيها 254، لا هيبقى عندي شبكتين كل واحدة منهم فيها 126 أو 128 مبدئيا 128 هوست. ولو كملنا بالمنظر ده فيبقى أنا دلوقتي عندي شبكتين وكل واحدة منهم 128 هوست. لو أنا جيت كملت بعد كده، لو أنا فعلا بدأت آخد بيت تانية، هلاقي عدد النتورك بتاعتي هيتضاعفوا، بدل ما كانوا هنا 2 هيبقوا هنا 4. لما باخد بيت تانية جديدة بيبقوا 3 بيت، عدد النتورك بتاعتي هيبقوا 8، والهوست طبعا بتنزل. كل ما النتورك بتزيد الهوست بتقل، ان عدد البيتس مختصة بالنتورك هتزيد، فعدد النتورك بتزيد، وعدد البيتس المختصة بالهوست هتقل، لأن فكده بنلاقي عدد الهوست بيقل. فكده كانت في أول حالة كانت واحد نتورك 256 هوست، وبعد كده 2 نتورك 128 هوست، 4 نتورك 64 هوست، 8 نتورك 32 هوست، وزي ما احنا نكمل لما يبقوا 4 بت هيبقوا 16 نتورك 16 هوست، وبعد كده مع الخمسة 32 نتورك 8 هوست، ومع الستة 64 نتورك 4 هوست، ومع السبعة 128 نتورك 2 هوست. فكده بنلاقي ان احنا كل ما بندي فرصة او عدد اكتر للبيتس بتاعت النتورك، هيبقى عندنا عدد اكبر للشبكات، ويبقى عندنا عدد اقل للهوست. ودي هي عملية السبنتنج. فالسبنتنج هي عملية ان احنا نغير الديفولت سبنت. هنا الديفولت سبنت كان 255 255 255، فاحنا بدأنا وزيرو في الاخر، بدأنا نغير في الجزء الاخير بتاع السبنت، وبحيث ان احنا ادينا استلفنا بيتس من الهوست، فشكل الديفولت سبنت اتغير، فده ادانا تأثير لتغيير عدد الشبكات وعدد الهوست اللي موجودين في السبنت بتاعتنا. فالجدول ده بيورينا تأثير السبنتنج او تأثير استلاف البيتس من الهوست ادرس للبيت واضافتها للنتورك ادرس، في اضافة عدد من الشبكات وزيادة عدد الشبكات ونقصان عدد الهوستس. فلو كان عندنا السبنت ماسك الديفولت كان عندنا شبكة واحدة و254 هوست،
احنا طبعا كنا اتكلمنا هو الطبيعي ان هي 256، لكن احنا بنقول وكنا اتكلمنا على الموضوع ده بالتفصيل في الفيديو اللي فات، ان عندنا العناوين بتاعت الاي بي ادرس اللي كلها زيروز وكلها 1 مش بنحسبها لانها بتكون ريزيرفد، لانها بتكون ريزيرفد للنتورك ادرس والبرودكاست مسج، فبنشيلها من حساباتنا. ودايما بنطرح 2 من اي رقم بيطلع لنا في الهوست علشان العنوانين اللي بيكونوا ريزيرفد عندي. فلو هو 256 هوست بيبقوا 254 بعد ما طرحت العنوانين اللي كلهم 0 وكلهم 1. هنا لما بيكون 128 بيبقى عندي 2 نتورك، والمفروض 128 هوست اللي هم بيبقوا 126 بعد ما بشيل الاثنين الريزيرفد. لما بيكون السبنت ماسك بتاعي 192 بيكون يعني استلفت 2 بت، بيكون عندي 4 نتورك و64 هوست، برضو بشيل منهم 2 فبيبقوا 62 هوست. لما بيكون الماسك عندي 224 يعني استلفت 3 بت، فبيبقى عندي 8 نتورك و32 هوست يعني 30 هوست بعد خصم الاثنين. لما بيكون السبنت ماسك 240 اللي هو انا استلفت 4 بيتس من الهوست ادرس، فبيكون عندي 16 نتورك و16 هوست اللي هم بيبقوا 14 هوست. لما بيكون الماسك 248 يعني استلفت 5 بيتس، بيكون عندي 32 نتورك و6 او 8 هوست اللي بعد الخصم الاثنين بيبقوا 6 هوست. لما بيكون الماسك 252 يعني استلفت 6 بت، فبيبقى عندي 64 نتورك و4 هوست بعد خصم الاثنين بيبقوا 2 هوست. لما بيكون 254 يعني استلفت 7 بت، يعني بيبقى 128 نتورك، وبيبقى المفروض عندي 2 هوست فبيبقوا 0 هوست. ده كان الجدول بيلخص لي عملية السبنتنج وعملية استلاف البيتس من الهوست واضافتها للنتورك وتأثيرها على اعداد الشبكات واعداد الهوست في السبنت بتاعتي. ده هيكون مخصوص للكلاس سي، لان مع الجداول التانية او مع الكلاسز التانية هنلاقي التأثير ممكن يكون مختلف. الادرس بريفكس سينتاكس، قبل ما نتكلم عن الاكزامبل بالتفصيل هنتكلم عن الادرس بريفكس سينتاكس ودي عباره عن طريقه بقدر اكتب بيها الاي بي ادرس بتاعي والسبنت ماسك بشكل اكثر اختصار بدل ما اكتبهم بشكل مطول. فلو انا دلوقتي عندي الاي بي ادرس الرقم ده اللي هو 10.0.1.1 وسبنت ماسك 255 255 255 0، فانا ممكن اكتبه بالشكل ده 10.0.1.1/24. ده يعني ايه؟ 24 دي بتعبر لي عن عدد البيتس في النتورك ادرس بتاع السبنت ماسك. فانا دلوقتي انا ده 255 يعني هو عنده النتورك ادرس بتاعه 24 بت، فعلشان هو 24 بت فانا بقول له بدل ما اقول له 255 255 255 0، فدي خلاص بقى مصطلح معروف عليه ان ال 3 255 ومعاهم 0 دول يبقوا النتورك واخده 24 بت في الادرس بتاعها. فانا بشيل بدل ما اكتب السبنت ماسك كامل فبقول له /24. فهو ده الرقم ده بيعبر لي عن عدد البيتس الموجوده في الجزء بتاع النتورك ادرس في السبنت ماسك. وده بيبقى نوع من الاختصار او من التسهيل اللي بنشوفه كتير لو احنا بصينا على اكزامبلز او حاجات كتير واحنا بندرس الموضوع هنشوف البريفكس سينتاكس او السلاش نوتيشن ده كتب بشكل منتشر جدا. فلو شفنا اكزامبل تاني، هنا عندي الاي بي ادرس ومعاه /22. ده /22 ده يعني ايه؟ ان انا عندي النتورك ادرس بتاعي 22 بت، يعني انا مش واخده ال 24 كلهم، لا انا واخده 22 بت بس،
الاثنين الباقيين من ال 24 دول مش تبع النتورك ادرس وهيتضافوا للهوست ادرس. فده يبقى الاي بي ادرس سلاش 22 ده معناه كانه مقابل للسب نت ماسك 255 255 252، لان هو الفرق بينهم اللي هو الثلاثه اللي هو مكان التو بيتس اللي موجودين دول. نشوف بعد كده دلوقتي اكزامبل ونشوف ازاي ممكن نستعمل السب حل الاكزامبل ده. انا دلوقتي عندي شركة صغيرة عندها 12 كمبيوتر. الشركة دي فيها 3 ادارات. انا عايزة اقسم ال 12 كمبيوتر دول ما بين ال3 ادارات. الاي بي ادرس بتاع الشبكة بتاعتي هو ده 192 168 123 0، والسب نت ماسك الديفولت اللي هو 255 255 255 0. انا في الشكل الطبيعي ده اي بي ادرس برايفت، فانا مش هقدر فهو مع السب نت ماسك ده بيحكمني ان انا ما اقدرش استعمل غير شبكة واحدة بس جوه الشركة بتاعتي، وده حل مش مناسب بالنسبة لي. انا عايزة اقسم الاجهزة دي على 3 ادارات ب3 سب نتس، بحيث ان يبقى عندي 3 شبكات فرعية جوه الشركة بتاعتي. فاول حاجة هعمل ايه؟ انا دلوقتي هاجي للاي بي ادرس وهكتبه بالباينري. ده الباينري بتاع الاي بي ادرس بتاعي، وده الباينري بتاع السب نت ماسك الاوريجينال او الديفولت بتاعي. هبدا اعمل ايه دلوقتي؟ هبدا اشوف انا دلوقتي عايزه اعمل ايه. عايزه اقسمهم ل3 نتورك. هشوف الجدول بتاعي ده. احنا قلنا انا في كلاس سي وبرايفت، وده الجدول ده كان مخصوص للكلاس سي. فانا هبص ايه انا عايزه 3 نتورك. مفيش هنا عندي 3 نتورك، عندي نتورك واحده، 2 نتورك، 4 نتورك. فانا هستعمل الاوبشن بتاع ال4 نتورك، ويبقى عندي 4 نتورك موجودين. الاوبشن بتاع ال4 نتورك ده بيقول لي هستلف كام بت من الهوست ادرس وازودهم على النتورك ادرس. هستلف 2 بت من الهوست ادرس، وهيبقى الماسك بتاعي بدل ما كان 255 255 255 0 هيبقى 255 255 255 192. فيبقى هو ده النيو سب نت ماسك بتاعي، اللي هو هيبقى 255 255 255 192، وده باستلاف 2 بيتس من الهوست واضافتهم للنتورك بتاعتي. بقى عندي هنا دلوقتي النيو سب نت ماسك بالمنظر ده. يبقى هنا دلوقتي انا كان عندي الاي بي ادرس بتاعي 190 168 123 0 سلاش 24، يعني كان بالديفولت سب نت ماسك اللي هو ليه 24 بت. استلفت 2 بت، بقى عندي 4 نتورك، وبقى عندي 62 هوست اللي هم ال 64 ماينس الاثنين. النيو اي بي ادرس بتاعي هيبقى 190 168 123 0 سلاش 26. ليه سلاش 26؟ لان انا زودت على ال 24 بت بتوع النتورك 2 بت زياده اللي استلفتهم من الهوست. والنيو سب نت ماسك هيبقى 255 255 255 192. نشوف شكل بقى الشبكات بالسب نتس. عملنا التصميم الجديد. هيبقى عندي انا دلوقتي هيبقى عندي 4 شبكات. 4 شبكات السب نت ماسك بتاعهم 192 او 255 255 255 192. ال4 شبكات دول موجودين عندي. اول شبكه منهم اللي هي 123 0 دي اللي هو انا دلوقتي عندي 2 بيتس اقدر اتحرك فيهم. فاول واحد هديله 0 0، تاني في تاني شبكه هديله 0 1، تالت شبكه هديله 1 0، رابع شبكه هديله 1 1. طبعا واضح ان انا ما بغيرش في الاصل بتاع الشبكات عندي في الجزء الاصلي اللي هو اللي كان جاي لي في السب نت ماسك 255. انا اللي بقدر اتحرك فيه واغير فيه هو البيتس اللي انا استلفتها.
فانا في واحده منهم بدلها 00، واحده 01، واحده 10، واحده 11. فدول انتجوا لي الاربع شبكات بالادريسز دي اللي هي 0 64 128 192. ومع كل واحده من دول هيبقى عندي الهوست ادرس بتاعتها. فاول واحده اللي هي 123 دي هيبقى عندي هوست ادرس من الزيرو لل 61. اللي بعدها هيبقى عندي من ال 65 ل 126. اللي بعدها هيبقى عندي من 129 ل 190. اللي بعدها من 193 ل 254. وطبعا الارقام دي بتيجي من الكومبينيشن بتاعت الزيرو والوان في الجزء بتاع الهوستس اللي احنا اللي انا بتحرك فيه. انا دلوقتي انا الطبيعي ان انا بقدر اغير في الهوستس في الادرس بتاعت الهوست. فانا دلوقتي بتحرك من الاربعه. طبعا انا في عندي 2 بقوا هنا ريزرفد للنتورك، فبقى بتحرك في الستة الباقيين من الزيرو للوان. بعمل كومباينيشن منهم بحيث ان انا يطلع لي حوالي 62 هوست في كل واحدة في كل شبكة من الشبكات دي. فكده انا قدرت ان انا احقق الهدف بتاعي وعملت 4 شبكات. طبعا ممكن ما استعملش ال4 شبكات في نفس الوقت، او ممكن ما استعملش ال4 شبكات دلوقتي. انا محتاجه 3 شبكات، فانا استعمل ال3 شبكات بس، والرابعه هتبقى موجوده ريزيرفد بحيث ان انا في اي وقت لو عايزه ازود الشغل بتاعي ممكن ازوده. كده عرفنا شفنا ان احنا طبعا للاي بي ادرس وعدد الشبكات والهوستس المطلوبه في كل شبكه بنقدر نحدد عدد البيتس المطلوب استلافها. يدينا فرصه ان احنا نعدل في السبنت ماسك ونعدل في عدد الشبكات والاجهزه المرتبطه بكل شبكه. كده نكون وصلنا لنهاية الفيديو بتاعنا اللي تعرفنا فيه عن ايه هي عملية السبنيتنج وازاي نقدر نستفيد منها في تعديل مواصفات الشبكة بتاعتنا علشان نقدر نحقق بيها الاحتياجات المطلوبة. يا ريت الفيديو يكون اضاف لكم معلومة جديدة، ونشوفكم في فيديو جاي ان شاء الله. سلام.